السلام عليكم متابعي قناة أستي تجاني. ان شاء الله غنقدم لكم في هذا الفيديو هذه واحد الحشوه كنستعملوها في خبز التورتيلا. حشوه اقتصاديه جديده بنينه غتعجب الكبير والصغير ان شاء الله بحول الله وقوته. خليكم معايا مع المقادير. بالنسبه للمقادير فانا هنا محتاجه واحد شويه نتاع صدر الدجاج. خديته من الدجاج اللي شريت، يعني قطعته منها. شرملته شويه في واحد المعلقه ديال دانون مسوس، وواحد المعلقه صغيره ديال معلقه كبيره تاع دانون مسوس، ومعلقه صغيره ديال لا موطارد. وخليتهم تقريبا من الصباح. اجي دابا تقريبا 3 ديال العشيه، ف مع 10 الصباح شرملته، ودابا غنستعملوه مع 3 ديال العشيه باش يكون فتشي وما يكونش قاصح، يجي زوين. كنحتاجو واحد الفلفله مقطعه قطع صغيره. ممكن نتوما ديروا فلفل الوان الا كان متوفر لكم. عندي واحد البصله كبيره مشلضه رقيق، عندي زيت المائده، عندي هنا واحد البهارات، يعني داك تبزيره تحمي فيها التحميره، الهريسه، البزار، الكمون، سكينجبير، القزبر اليابس، الملحه. عندي هنايا شويه من الاعشاب المنسمه. عندي واحد شويه هنايا من الثوم بودغ. هنايا في واحد الاناء كنضيفو زيت المائده اولا باش تسخن. من بعد كنضيفو ليها البصله حتى كتشحر مزيان. البصله كنضيفوها هي الاولى بوحدها حتى كتشحر. من بعدها كنضيفو ليها الفلفله، كنشحروها معاها، وكنزيدو لها واحد شويه الملحه باش تطلق، تعاوننا باش تطلق دغيا وتشحر دغيا. من بعد ما الفلفله حتى هي كذلك كتشحر، فانا هنا كنضيف ليها قطعه نتاع دوك الدجاج، وكندير فوق منها توم بودغ، وكندير دوك الاعشاب المنسمه وديك الخليط نتاع التبزيره. التبزيره كما قلت لكم فيها الخرقوم، فيها التحميره، فيها هريسه، فيها بزار، فيها كمون، وفيها شويه من القزبر اليابس، ومليحه طبيعه الحال. كنشحر هاد الصدر ديال الدجاج، كنجيو نجيبو حتى كيتشحر مزيان. من بعد كنخليه يبرد. كنجيب هنا خبز التورتيلا، كنجيب صلصه البرغر، هنايا هي اللي استعملت. ممكن نتوما ديروا اي صلصه. درت الصلصه، درت فروماج ساندويتش، عمرت بالحشوه، وغادي نجمع الخبز ديالي بحال شكل ديال التاكوس. كتجي حشوه زوينه واقتصاديه كما قلت لكم. كلشي كاين في الدار، يعني الدجاج هذاك اللي في الدار كتزيدو تستعملوه. ممكن تستعملوه كفته، ممكن اي حاجه عندكم متوفره. الفلفله ممكن الا عندكم فلفله الوان ممكن تضيفوها كذلك. من بعد ما كنعمرهم كاملين، فانا كنحطهم في بانيني باش تبريسا شويه وداك الفرماج كيذوب. انا حمرت غير وحده معكم هنا، حيت الاخرين باقي ما ودناش المغرب، ففضلت انني نخليهم حتى يود المغرب عاد نوجدهم باش يبقاو سخان ويبقاو لذاذ. صدقوني المذاق ديالهم بنين بزاف بزاف بزاف. العشاب المنسمه مع ديك لاصوص برغر حتى هي بنينه. الفلفله كتطلق البنه ديالها هي والبصله. انا استعملت بصله ديك المش الكبير عاديه نتاع التنصيب. نتمنى الوصفه انها تكون عجبتكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. وصفه تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. جربوها، ما تبخلوش عليا بتعليق. قولوا لي في الراي ديالكم، خليوا لي اعجاب للفيديو، اشتركوا في القناه اذا ما كنتوش مشتركين. يلا